مسمار الكعب أو زي ما ناس كتير تعرفه الشوكة العظمية هي أكبر متهم بريء في ألم الكعب اللي أول ما ناس تشوفها في الأشعة يقول لك بس لقيناها، مع إنها في أغلب الحالات مش هي سبب الوجع أصلا. أنا دكتور أحمد شميس وجاي أكلمكم كلمتين في العظم. السلام عليكم. الشوكة العظمية من أكتر الحاجات اللي بتخوف الناس، وهي شكلها الصراحة يخوف. عظمة بارزة زي المسمار بتغرز في كعب الرجل كل ما تمشي. مش كده؟ لا مش كده. أول حاجة لازم نعرفها إن الشوكة العظمية مش مرض في حد ذاتها، وفي أغلب الحالات مش هي أصلا سبب الوجع. هي غالبا ترسب عظمي وكالسيوم في مكان اتعرض لشد مزمن لفترة طويلة. الشد ده بيكون حاصل في منشأ اللفافة الأخمصية اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده هيظهر لك دلوقتي وهسيبه في الكومنتات. مع الشد المتكرر اللفافة بيحصل فيها تمزقات صغيرة عند الكعب، فالجسم يحاول يصلحها، لكن مش بيعرف يصلحها كويس بسبب ان الشد والالتهاب مستمرين، فبيرسب كالسيوم في مكان الشد كأنه بيحاول يثبت اللفافة في الكعب من تاني، فتدريجيا تتكون الشوكة. المفاجأة بقى إن في ناس عندها شوكة عظمية ومفيش أي وجع خالص، وناس تانية عندها ألم شديد جدا والأشعة أصلا ما فيهاش شوكة واضحة. بل وفي بعض الحالات الناس بتشيل الشوكة جراحيا والوجع يفضل موجود، لأن المشكلة الأصلية ممكن تفضل موجودة في اللفافة نفسها. ولذلك في أغلب الحالات علاج الألم بيكون علاج المشكلة الأصلية، اللفافة الأخمصية والشد اللي عليها، مش مطاردة الشوكة اللي في الأشعة. وعلاج اللفافة الأخمصية احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل في فيديو شافه وأتمنى إنه يكون ساعد 80 ألف شخص تقريبا. هسيبه لك في الكومنتات برضو بس ما تتريقش على تصويره تمام؟ وبعدين هنروح بعيد ليه؟ بص كده عليها في الأشعة، ركز شوية معلش. شايف اتجاه السن بتاعها رايح فين؟ سنها غالبا بيكون لقدام مش تحت، يعني انت مش بتمشي على سنها اصلا، ولا هي غالبا بتغرس في كعبك وانت ماشي. فبلاش اول ما تشوفها في الاشعه تفترض ان هي المجرم الحقيقي، لان في اغلب الحالات هي الشاهد على الجريمه مش المجرم. أمال ليه الفكرة انتشرت إن الشوكة العظمية سبب الوجع؟ لأن ببساطة الشوكة العظمية شائعة جدا لدرجة إن ناس كتير بتعمل أشعة على القدم أو الكاحل علشان مثلا وقعوا على رجلهم، فنلاقي الشوكة في الأشعة وهم ما بيتألموش منها. فطالما الشوكة شائعة للدرجة دي طبيعي جدا نلاقيها عند ناس عندها ألم في الكعب، فالدكتور يشوفها في الأشعة فيقول للمريض بص أصل عندك شوكة عظمية أو مسمار في الكعب، ومن هنا بدأت الأسطورة. قُل لي بقى، عملت أشعة قبل كده وطلع عندك شوكة، وهل كان عندك وجع والّا اكتشفتها بالصدفة؟ كمان اللي عنده أي أسطورة تانية عايزنا نحطمها سوا يكتب لي في الكومنتات، ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.